الحين انت ورا ما تسري، انت ما تعلمني ورا ما تسري. اهلك وين؟ ورا ما تاخذ كبري عشاره يسار ما تحضر الا في السالميه، علمك وشنو؟ شفت الشهر هذا كله؟ ايه فطور سحور سحور فطور عندك. والله لو فيك اجر اني ما باه. يا بندر الله يرحم والدينك، شوفوا لنا حل مع ركن السالميه هذا بالشنابه، حنا ناس بالشنابه بالعربي، تشوفوا لنا حل يهيب ولا تسد كلا وجهي يروح. حرام تقول معموله سمق النخيل اللي بالدخل. انا رجال مدمن ركن السالميه بالعربي، رجال ما استغني عن هالرجال، لازم اشوفك كل يوم كل يوم، اذا ما شفت محمد عايض يجيني اكتئاب بالعربي. كلنا نحب محمد عايض ونفقده، وانا ما غلطت على اقول انت مثل معمول الدخن يوكل مع ايش؟ مع القهوه، حلا لا قهوه يعني انا حاطه حلا. ايه اخس يا الدقيقه الابيض انت. والله حلوه بعايض، حلوه ممتازه، وصفك وصف برضو. خل الكاميرا عليك. علي انا؟ ايه عليك انت. وش رايكم فيني متابعين؟ خاشمك تقول ضفدع مقفي. يبا يشبع الجائع ولا يشبع المغتاب، على بالها اعراض الاوادم لحم حاشي. حرك يا ولد. ما شاء الله تبارك الله يا ولد، اثرك راوي ما انت بسيط والله. من شفت خشمك انا قلت الرجال ما هو بعيد. ويشاركنا في هذه الرحله ركن السالميه الان مدحدر مع السبع الرعام باتجاه الى جده هم الرخاء والشده. وش رايك ابو عويض؟ عطني رايك في ركن السالميه. ركن السالميه والله ونعومك، حر على كف سكر. كفو حر على كف صقار. نعم. يعني لو يهده، لو هده مثلا هده يجيب لنا رهو ويجيب لنا طيور ويجيب لنا صيد ولا ممكن لو فيه وعول جابه مخل الرهو يا ولد. صيدك اخس يا ولد وعول ما غيرها. وعول والله يجيبها ابو عايض. إيه؟ بس الحين وهي يدرنا صايمين وملخد. قل يا ظالم النفس وين العقل متغيب، ما تخاف الايام تكفي بك على غره، عام ورا عام واللي راسك مشيب، وعام ورا عام لما عاد لك جره. الحل خلك سوات الوابل الصيب، اللي يمطر تشوف الارض مخضره، وخلك من الخير واهله دايم قريب، وابعد عن الشر واهل الشر بالمره، واللي يجي طيب وده يعيب. قل له ترى ساعه الايام مفتره، وكل بهذا الزمان يقول انا الطيب اللي فك الناس من شر صح لسانه. اي والله اي والله يسبك اللي عاجز عن دروبك. نعم. لا فاعل فعلك ولا هم جنبك. الله. ابو ركن السالميه عندك شيء جاهز؟ بعد السنوبه هذا يا ول امها بخروا عليه الربع، بخروا على ركن السالميه تكفون دقيقه. العز للنفس واجب والحياه سنه، وانا يديني من الثنتين مليانه، اعز نفسي لون الوقت لونه ماني بثور، يلف الزرع بلسانه ابدي شعور السعاده، واخفي الونه حتى ولو الدهر بي مال ميزانه، ورزقي على اللي اعطى الشيء ما منه، ولا يدين العرب تعطي ومنانه، وانشحوا الناس ربك يعطي الجنه، ما يغني الا كريم الوجه سبحانه. اما الان نترك الفرصه لسداح يا الربع، معانا سداح ركن السالميه، تفضل ركن السالميه. اما انا قلبي خضر وهالحين صيام ولا عندي الا صايد غسل، اذا فطرنا ابشروا. يجيب ولا تسد كلا صد هب يا المجرم. ايوه ما في الا غسل. ايه يا ولد حتى انت الهجاء حتى ما لايق عليك. ليه علامك على ركن السالميه؟ ركن السالميه نعطيك فرصه بعد المغرب. عطني بعد المغرب فرصه تسمع دواوين قصايد. اشوى احسب انه يقول دوادي. اشوى اوكي. انا دقيقه خلني الرجال هذا لازم نشوف له حل ضروري بعويم. يا ان احنا عنا مقبلين على مكه، يا ان ندعي له. تبغى ندعي له. هو في حاجه تدعى يعني؟ ايه ادعي له. الله وانا اخوك يشوف لك يعوضها لك. انا بدعي لمتابعيني، الله يوفق متابعيني، يقولوا امين ويخليني لهم ويخليهم لي، عشان احنا نحب بعض انا وياهم. سلام وكيف الحال يا متابعيني؟ جعل السعاده دايم مرافقتكم، الشمس والحر وعجاج السنين عن طلة اخوكم ابو فهد ما فرقتكم، انتم على راسي وخشمي وعيني، واهم شيء يهمني ضايقتكم. جمعيه ركن الحوار يا الربع من اول يوم كان هدفها نشر الاسلام وتوعيه المسلمين بديننا الحنيف عن طريق الانترنت. يعني هالجمعيه تدعو الناس للإسلام عن طريق الانترنت، وانت تشارك معهم. كلنا ودنا انه
يسلم أحد على يدينا أنا وياكم، صح ولا لا؟ وش رأيكم نشارك مع جمعية ركن الحوار يا الربع؟ أسلم على يدها أكثر من 178 ألف شخص من أنحاء العالم، من أنحاء العالم. فودك تشارك وتخلي الحسنات دائم شغالة شغالة شغالة، الحسنات شغالة، فالدنيا هذه شغالة تبني لآخرتك يا الربع. كل واحد فينا أو واحدة فينا ودها أن أحد يسلم على يدها. طيب نشارك مع ركن الحوار يا الربع. ركن الحوار يا الربع جمعية تنشر الحين فقط تنشر الإسلام وأنت ضغطة زر. من أول لازم تسافر وتروح وتركب طيارة وتدور دولة غير مسلمة وتروح تنشر الإسلام فيها. الحين ركن الحوار جمعية ما قصروا، دق هم يقومون بالواجب، والدال على الخير كفاعله، وأنت معهم. تراهم بدوا بداية صغيرة جدا. شوفوا كيف نشروا يعني الإسلام عن طريق الإنترنت. والله ودنا كلنا نشارك معهم يا ربع، والله العظيم. ساهم الآن وتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تعرفون وش الجملة التي مستحيل تنطبق فيها شفايفك؟ جملة لا إله إلا الله. تخيلوا. تدري إن كثير محرومين من هالكلمة، وأنت بيدك اليوم تهديها لأكثر من شخص وتغير حاله بعد الله سبحانه وتعالى من شخص عاش في ظلام، في طريق مبهم، في حياته وهمية ما له أي قيمة، لشخص جديد حياته لها معنى ولها هدف، في حياة كلها نور وهدى وتقوى بدون أي تعب، وأنت في بيتك تكسب أجر اللي هديته إلى الإسلام لحين قيام الساعة، ويصلي ويصوم ويعبد ربه. أهده كلمة لا إله إلا الله وأنت في شهر خير، شهر فضيل، إلى قيام الساعة. يا متعب الأقدام ماشي على وين؟ معجرة جاه العجاج ودفنها. ارجع وعد اخطاك واحدة وثنتين واكبح جماح النفس والزم رسنها. لا تامن الدنيا ترى وضعها شين، معاد به دنيا صحيح بدنها. لا صار والعقال مثل المجانين واصبح رضي المعرفة. يا مرويانها رفقة ردي المعرفة، بعتها دين على زبون انضمها واحتضنها. يبا يجيني بثمن قلت له بعدين امسك قروشك لان نشدك عنها. ما بعتك الا سلعة يا احمر العين ابيعها وابيع حتى ثمنها. والله اني ما فيها الثمن لو قرشين، بس المهم اني تخلص منها. أنا اليوم عند براند من أقوى البراندات على مستوى مو السعودية، على مستوى الخليج. أنا بقول بيت العود على مستوى الخليج لأني شغال معه من 8 سنوات أو 9 سنوات. هذا واحد. اثنين، اللي ينجح علامتك التجارية ما هو بهيط، اللي ينجح علامتك التجارية كلام الناس. وقود بيت العود شايفينه؟ هذا كله كلام الناس عن بيت العود. اليوم أنا جاي بيت العود هندسة، عند بيت العود هندسة. ماني جايك عند بيت العود بقول بعطيك سيارة ولا بعطيك منتج إضافي ولا بعطيك مدري إيش ولا بعطيك مدري إيش. لا، أبعطيك منتج، بعطيك 15 منتج من بيت العود، 15 منتج بسعر منتج واحد. 15 منتج بسعر منتج واحد. وبيت العود من 8 سنوات وأنا عارفه واشتغل معه وأعلن له. اليوم سوى عرض ما سواه في ال8 سنوات هذه اللي راحت كلها. تخيل. هلا وسهلا وتقبل الله منا ومنك صالح الأعمال. الشغلة شغلة هندسة. أبعطيك حاجة بإذن الله عز وجل، بإذن الله عز وجل. صباح العيد تدعي لي تقول الله يبيض وجه عبد الله بيت العود وهو أبو فهد. يا ولد العلم وشان هو يا عبد الله، اليوم بيت العود يبني له عمارة ولا صار مقاول؟ اسمع أبو فهد، احنا اليوم نقول ترى الشغل في السوق فن، إبداع، ترتيب. أبعطيك 15 قطعة وبسعر منتج واحد وعليها جميع الضمانات اللي انت تحتاجها. مرة تامرة بيوفيها. قلنا من أول بيت العود يمكننا بيبني لنا 15 عمارة. لا بعطيك حاجة مرتبة، شغل مهندسين. شفت لما يقول لك أنا شغلتي شغلة مزاج؟ أيوة، هو هذا بس اللي احنا نبغاه. تكفى يا أبو فهد. قبل ما نبدأ الإعلان، أول شيء أنا مبسوط والله لأني ثقتي بالإعلان قوية. قبل ما نبدأ في الإعلان أبغاك تبحث في جوجل، طرق البحث سهلة. ابحث في المملكة العربية السعودية وفي الخليج وفي العالم كله عن عرض فيه 15 قطعة، 15 قطعة بسعر منتج واحد. انت بتاخذ لاهلك، بتحمل البوكشة، بتاخذ لاهلك وللجيران ويمكن شويه من عيال عمك. 15 قطعه بسعر منتج واحد. والعيال في الاستراحه، العيال في الاستراحه معاهم. أيوة. اللي يلعبون دائما 4 هم هذول اللي بتاخذهم. وش السالفه عند عبد الله يا الربع؟ ليش واثق من منتجاتك ال 15 دي؟ وش الهرجه؟ اسمع شغل الهندسه حلو. ايوه، هذا تيتانيوم كوليكشن، هذا اول منتج. تخيل معايا
طاح الشر ان شاء الله. تخيل معايا، شوف 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 القطيفه كيف. اباه هذا شغل مخملي. أيوة. 1 2 3 4 4 عطور. بالله شوف معايا ابو فهد. هذا حامل للبكج. تمام. الله. تهديه اي واحد تحبه في العيد. شوف 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 شوف. اسلم. هذا عطر 90 ملي، عطر كل الاربع عطور، نسائيه رجاليه شرقيه يونيسكس. يونيسكس كلها الاربعه. تمام. وكل واحد يختلف عن الثاني. معاها اللي تحتاجه في العيد دائما، اللي حتحطه في ثوبك دائما تاخذه معاك، تسوي ميكس بين الاربع عطور وتاخذه معاك. أيوة. او اي عطر عنده. ايوه يعني هذا دايم في جيبك. نعم. ايوه هذا ما حد يدري عنه. 5 قطع. شوفها. ايوه واسمع معي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 أدهان أوروبية للجسم وأطراف الشعر. أنت حتاخذ، تخيل معاي أنك حتاخذ 15 قطعة. تخيل معايا 15 قطعة بسعر منتج واحد. هذه كلها تشوفونها كلها تاخذها في باكج واحد. كلها بتاخذها بباكج واحد. هندسة ولا مهندسة؟ والله هندسة، والله هندسة. واللي عجبني أكثر برضو أن عطورات بيت العود يا الربع من أقوى العطورات، يعني يتفنن فيها. هذا الشغلة اللي تحبها أنت دايم في جيبك. شوف شوف يا أبو فهد، الآن قفلت الباكج. أيوة. شوف معايا بالله، شوف معايا الترتيب. أيوة. حلو. أنت قدمت هذا هدية للوالد أو الوالدة، قدمته بهذه الطريقة في العيد. أيوة. معاه 10 قطع للبيت. 10 قطع. خذ هديتك، هذه هديتك، وبسم الله حطها في وعلى على أختك، على أخوك، على خواتك. ما تخلي أحد مرة. على خويات مرة ما تخلي أحد. على الجيران. دق على الجيران، دق عليهم قل عندي لكم هدايا في العيد. يا سلام عليك يا بيت العود. العرض اسمه العرض الصخري من بيت العود. العرض الصخري من بيت العود. على اسمه صخري. ايوه صخري قوي. صخري قوي بالحيل. هذا مثلا واحد من الادهان اللي بتجيك باذن الله عز وجل في التوزيعات. 10 توزيعات مع هذا الباكج الفاخر. تمام. اذا جاتك التوزيعات وتجيك مغلقه باحكام، واتمنى انك تاخذ شاور وتجرب هذا الدهن. هذا دهن اوروبي للجسم واطراف الشعر، شيء فاخر فاخر فاخر. إذا ما كان هذا مناسب لا تثق في عبد الله، ما حييت والله إني أقوله صادق. هذا الدهن مرتب على كيفك. تدرون بيت العود ميزته وشان هو؟ إنه دائما يجي على أذواق الجميع بإذن الله عز وجل. بتاخذ باكج مثل هذا الباكج، هذا منوع، نسائي رجالي شرقي ثقيل خفيف. روائح مختلفة جدا في باكج. تقول عنه هذا ايش الباكج؟ هذا ايش تقول؟ هذا أنا أخذ هذا. طيب عبد الله، بالحامل وبتفاصيل ملهمه تقدر تهديه وانت مرتاح. تخيل معاي انه هذه القطعه تطلع لك القطعه بكم؟ قل لي تطلع لك القطعه؟ يعني 15 قطعه. انا اقول مثلا ممكن 100 ريال مثلا. 100 ريال بوريك كم تطلع. تقول الصادق؟ سناب جاي. شوف الصدمه، انصدمت انا قبلكم يا متابعين. قبل ما اقول لك السعر، هذا تيتانيوم كولكشن. ليش سميناه تيتانيوم؟ قل لي ليش يا وفاء؟ ليش؟ هذه الماده شبيهه لماده التيتانيوم، تحمي الزيت من دخول الضوء. الضوء يخلي رائحة العطر فيها زنخة. أيوة. حلو. احنا سميناها مادة التيتانيوم، وهذه حالات مادة التيتانيوم يتفاعل ب4 حالات احنا حطيناها معك في الباكج. حلو. العطر هذا 90 ملي وبهذه التفاصيل، اوروبي والبمب ايطالي، يعني تفاصيل جدا ملهمة. ايوه. تتوقع يطلع لك كم؟ انا صدمتني يوم علمتني. انت قلت قبل شوي 100 ريال صح؟ 100 ريال القطعة تطلع لك 100 ريال. اي بس ما صدقت في كلامك. قفل السناب وشوف. شوف معاي سعر ال 15 قطعة كاملة. ايه 15 قطعة 399 شامل كل شيء، ضريبة، وتقدر تاخذ تابي وتمارة. قسمة 15 يساوي كم؟ 26 ريال. انت بتاخذ العطر هذا اللي 90 ملي وايطالي وتفاصيل اسبانية، تاخذه فقط ب 26 ريال. والله انه يا بلاش، واني ما توقعت في يوم ينعرض هذا العرض بهذا السعر. انا قلت لهم صدمني بيت العود اول مرة. والله ما توقعت يعرض هذا السعر لهذا المنتج. 15 قطعة تاخذها ب 26 ريال القطعة الواحدة. القطعة الواحدة تطلع عليك ب 26 ريال. 26. شوف يا الربع، و15 قطعة. انظر للباكجينج وانظر للتفاصيل، واعطيني منتج بهذه الطريقة في العالم كله. ما ابغى فيلم. يا الربع انتم ممكن شفت 15 قطعة بس. بيت العود ميزته زي ما علمتك يعني يناسب جميع الأذواق، يعني سواء نساء أو رجال. يعني لو شميت ذا ولا ذا ولا ذا حتحتار بينها كلها وتقولوا سوى فينا بيت العود. 15 قطعة يا الربع فقط ب 399.
99 ريال بس، وتسدك انت وعفشك 15 قطعه بسعر قطعه واحده. هذا مجنون، ما هو بصاحي، ما هو بصاحي. بعدين بيت العود ترى مو متجر، بيت العود فروع منتشره حول المملكه بشكل رهيب. يا الربع 15 منتج. الريحه يا ولد جننتني، انا جنني الادمي ذا من 8 سنين يا ولد، يبدع بروايح كلها حديثه. نعم يلا مساء خير يا كريم، ما في الشر. خير جاي بتقش وتودي السالميه ولا ويش؟ انا طال عمرك جيتك في الوقت المناسب. ايوه جيتك في وقت العروض. شفت اهل السالميه؟ إيه؟ كلهم باذن الله ابى اخذ لهم هدايا من بيت العود، وبيعيدون كلهم مع بيت العود. يعني انت مسوي اخلاق معهم؟ اعطني النخل حقي اللي هناك، اعطوني النخل حقي الله يرحم والدينكم. جانا واشغلنا هنا، يا ليل ما قال يقول اعطوني بعطيه للسالميه، يهيب ولا تسد كلا. الحين طال عمرك ما ابى منك، انا ابغى من بيت العود. يا اخوي الله يرحم والدينك، فكنا شرك الله يرحم والدينك. هذا عرض صخري ما يجي بكره مر علينا بكره. انا بستاجر لي شيول، ثم بروح للاستراحه حقت محمد عايض اللي عنوها في السالميه، ثم بقلع النخل حقي كل ابوه تمام، واحمله في تريله وارده مضبوط، واستراحتك بهدها، ابى اسوي بها الارض عشان نرتاح منك ونفتك منك. انا بستاجر لي دنه، ايوه، وبحمل عطورات من بيت العود، ثم النخل اللي اخذته بكيفك. اذر الطمعان الاقشر، فكنا من شرك الله يرحم والديك، فكنا من شرك يا اهل السالميه، اخذوا ولدكم عنا، فكونا من شره. كلمة واحدة، ها؟ اقرب. شوف، أخطر حاجة على العلامات التجارية ثقة العميل. شوف أنا بعطيك الآن كلمة تخليك تثق في المنتج. إذا ما أعجبتك أذواق الأربعة زيوت ومعها 10 أدهان، حط علامة بيت العود من العلامات السيئة في البلاك ليست. حلو؟ وحط كذلك عبد الله ذوقه في البلاك ليست، وابو فهد معهم. هذا اخطر شيء ترى. صح، ما صادق. في احد يخاطر بسمعته تماما. صح صادق. فانا اقول لك اذا ما عجبتك الاربعه تعال شوف الفائدة. يا حلو ريحتها حلوه. مكونات الاربع زجاجات العطريه كيف يا عبد الله اخذ من الزيت؟ تعال شوف. ايوه تمام. تاخذ اول شيء هذا البمب، اول شيء هذا الكاب أيوة. اسباني، بعدين تاخذ البمب. حلو، تطلعه من مكانه بهذه الطريقه. بس طلع امسكها. تطلع بهذه الطريقه. ايوه. وتحط تيتانيوم اللي هو التستر. هذا 10 جرام. 1 2 3 4. اخذت من هذا مثلا 3 بخات او أيوة. 4 مثلا. ايوه. بسم الله. حلوين. الاسباني كيف؟ ايوه. تمام. انت عندك الان 3 جرام تقريبا او 2 جرام، تقدر تعبي من 4 روائح. عندك عطور في البيت تعبي منها زي ما تحب. على كيفك. على كيفك، انت تعبي هذا تحطه في جيبك بسم الله. ولا يضايقك. ولا يضايقك ولا حاجه، سواء كان في العيد ولا في مناسبه ولا في الشنطه ولا في الدوام عند خواتنا. انت تاخذ 4 هديه بهذه الطريقه ومعها الادهان. حلو؟ والله نتكلم عن الادهان في السناب الجايه. بيض الله وجهك، عز الله انك ما قصرت يا عبد الله. تستاهلون. حتوصلك التوزيعات يا ابو فهد ومعاها كيس خاص، كل توزيع معاها كيس خاص. تعال شوف هذه التوزيعه تفكها بهذه الطريقه. بسم الله. ابغاك تجرب يا بندر. بسم الله على بركه الله. شوف اول حاجه الميل زجاجي. الميل زجاجي يحافظ على الزيت العطري. شوف هذا الميل زجاجي. بسم الله. هذا بعد الشاور والاستحمام للجسم واطراف الشعر. ابغاك تعطيني راكب بصراحه. ممتاز ما شاء الله. بصراحه اعطيني ايش تشم انت؟ وش تشم؟ كلها روائح مناسبه جدا للجنسين، نسائي ورجالي. في العيد اتمنى بس صباح العيد انك تدهن بهذا، والله انك كنت تدعي لي والله. بعد الشاور. بعد الشاور تروش وبسم الله واخرج للناس وانت مدهن بس رقبتك ولا مدهن لحيتك ولا مدهن راسك بهذا. هذا اطراف الشعر والجسم. تاخذ شيء يبيض الوجه باذن الله عز وجل. وهذا الطيب تستاهل يا ابو فهد. يا زقنا والله انك ودك تاكل اللي تطيب منه، تاكله هكذا تحطه في بطنك هنا، تحطه في بطنك وتمشي. والله انك صادق يا ولد. هذا توزيعات باذن الله عز وجل، انك صباح العيد تشكرني ان شاء الله باذن الله عز وجل. يا رجال متحمس الرجال على شغل يا ولد نظيف، شغل نظيف عند بيت العود ما يلعب. شوف بقول لهم كلمه الان باذن الواحد الاحد ان نكون نسوي الشيء اللي يرضي الله عز وجل واللي يناسبكم.
بسعر وبمنتج باذن الله عز وجل، ما تشوف الا كل خير. تدرون ميزه الرجال هذا وش؟ ميزه بيت العود. الله يكرمك. كل شيء عند بيت العود حلو، ما في شيء ما يناسبك. عندنا وعند غيرنا خير، لكن ان شاء الله ان نعطيكم اشياء طيبه. بس انك انت خدمتنا لكم ما هو بس في البيع، خدمتنا لكم حتى بعد البيع ان شاء الله. صادق. بس انا ليش اقول لك في عطورات فيها الخير والبركه واجد. لكن بيت يا ما شاء الله عليك يا ولد مجنون يا ولد، هذا حطه قبل النوم يا ما شاء الله. ابو فهد قد يكون يشوفك واحد يقول انت الجامع. ولد انا غشيشتك، انا اترككم من بيت العود هذا، خلوه على جنب بيت العود كله. انا غشيشتكم ابو فهد، اما نسبت ترهمك عندي انا اما نسبتك هذا وسلامتك. هاي شوفوا يا الربع كلام الناس عن بيت العود، شوفوا هذا والله ما اعرفه، والله عانوني الحين في رمضان اني ما اعرفه. شوفوا شو يقول عن بيت العود. هاي تفضلوا شوف هذا وش يقول عن بيت العود. هاي تفضلوا هذا متابعين انا ما اعرفهم مره. هذا كلام الناس عن بيت العود، عانوا قدامكم وسلامتكم. في جده يا الربع فرعين المطعم لباني. انا قدام ملعب الجوهره، انا ما بسمي هذا مطعم، بسميه قاعه افراح. يا ولد فخم من الداخل، فخم خلني ما علي منه، من الداخل ما علي منه علي منه. ارحب مليون. أسميه قاعة أفراح. لو تشوفون المندي اللي عندي، ذوق المندي اللي على أصول الصح، تاخذ لباني تمصمص عظيماته مصمصة. وش تشوفون قدامكم يا الربع؟ وصفوا لي الكيان هذا اللي أنتم قاعدين تشوفونه قدامكم. قاعة أفراح ما شاء الله تبارك الله. تدرون مطاعم لباني يا الربع إلها فرعين بس في جدة، 2. تدرون إن فيها مجالس تشيل لها 60-70 رجال، يعني لو عندك عزيمة بعد تقدر تجيبهم 60 رجال، يعني يمكن تعزمهم بعد على يمكن عندك عرس ولا شيء، والله ما ندري عنك يا ركن السالمية. علومك يمكن علومك متلخبط. ينونك يعني في جدة لك غرض، لك ما شاء الله تبارك الله أصدقاء هنا، جاي الغرض شغلة وعازم لك رياجيل، وبيتك في الطائف ولا في المدينة ولا لباني ما شاء الله يرحب فيك أنت وضيوفك. نعم. طيب كلنا نعرف مطاعم لباني يا الربع، وكلنا نعرف المندي اللي طيب الخاطر. لا بخليك تدق انت وياه من المندي لين الواحد تشنف ضلعته. عاد حنا مفطرنا زين. ايه اليوم فطورنا مش حالك عزابيت مغارق. يا الصدق ما جيت معك الجدة الا عشان لبان. بالله؟ ولا انت خوتكم. انا في مطعم ولا في قاعة افراح ولا في اوتيل 5 نجوم ولا ايش الهرجه؟ فهموني. اسانسيرات فخامه يا ولد تروع. اول حاجه لباني يا الربع يجيب لك التويس طال عمرك الحمته تقول قطن على طول، يسحب من تحت امه يحطه هلت في الصحن مغلي لعب الغربي. ثانيا مطاعم لباني يا الربع السمن حقه في الدقيق، سمنك في دقيقك. الحلا هم اللي يسوونها بانفسهم، يعني اي شغله عند مطاعم لباني هم اللي يسوونها يا الربع. ما عندهم نجيب من برا نحط من برا نفعل من برا، ما فيه. يكبس لك الصحن مزبوط. تعينوا يا الربع، تعينوا الشغل اللي طيب الخاطر، تعينوا. وش رايكم في لباني؟ عان المنداه وراهم المنداه لحم دوبه تاكل مندي. متحدين عليه تحدي مطاعم لباني، يتحدون بالمندي. تعينوا اللحم، تعين توه مذبوح. اقول لكم مطاعم لباني تحدى، عسى انك اخذت المندي عنده. توكل على الله في المنداه. شغل نظيف تاخذ شغل يبيض الوجه. الله بسم الله. سم بسم الله. الله يرحم من عقبك ابكيه. هذا والله الشغل اللي طيب الخاطر، هذا والله الشغل الزين عند مطاعم لباني، هذا والله اللحم، هذا والله الشغل. ادفن غطي. شوف كيس جديد بعد، كيس جديد. باي يا حبيبي. الله. تخيلوا أنا في مطاعم لباني يا الربع. تخيلوا إن هذا مطعم اللي أنا فيها الحين.
مطعم يا الربع، مطعم في جدة. تخيلوا، شوف الغرف حقت العوائل كيف، شوفوا كيف فخم فخم فخم. مطعم غطى بشكل كبير. هل فيكم أن تتخيلون أن هذا مجلس في مطعم لباني؟ هذا كله قدام وين؟ قدام ملعب الجوهرة يا الربع. يعني لو بنعزم لك 100 رجال جو في المجلس هذا في مطعم لباني. هي شفت؟ وبرضو فيه إطلالة على ملعب الجوهرة مباشرة. ما عندك مكان في البيت؟ يا ولد أنا بلشت، المجلس عندي صغير. هلو مطاعم لباني، جهزوا لي جلسة لي. شفتها في سناب أبو فهد، الله يعطيها العافية ولد نوير هذا. خلني أجيب ضيوفي وأجيكم. عزرانك بتدق في المندي، دق مندي ما يلعب. بسم الله. الله يا ويلكم ويلاه، يا ويلكم من المنداه، يا ويلكم من المنداه. عزرها اللحم، عزرها المندي. لاحظوا لي النظافة يا الربع، النظافة. شوفوا ركزوا لي على النظافة، حتى في المطبخ نظيفين. تدرون ليش دخلت المطعم من جوا يا الربع؟ عشان تشوفون نظافة المطعم حق لباني من الداخل، تشوفون كيف النظافة والفخامة والشغل الصح. وزن يوزنون لك، يخلون بطنك يدلعونه. تعرف يدلعون بطنك؟ تجي وانت مدلع. المعدة كذا تقول لك يا الحبيب الله يبيض وجهك يوم انك بيضت وجيهنا. من مطعم لباني، خليت المعدة تغني يا ليل يا عين. لا من مرق ولا من سلطات ولا من، يا ويلكم ويلا، يا ويلك يا يا ويلي ويلا. دقيقة منظر ودك تاكله، ودك تفرج. إذا قالك لباني صحيح. شوف رويسة يا ربع، تعين. طيب عن اللحم بس. ما شاء الله تبارك. إيه شيء دمرتوا المتابعين. قطن أبكر منك لا يدعون على المتابعين في رمضان. لا إن شاء الله بيدعون. والله ما يلامون. ندلهم على شيء طيب. ندلهم على شيء طيب يدعون علينا. لا إن شاء الله، بس مش إن شاء الله. تعين بالله المسلح من المسير. نار يا ولد، نار جمرة. ايوه. يا زقناه. عز الله يزقنكم يا لباني. طفى الكاميرا. ايه طفى الكاميرا، خلنا نسمي بالرحمن. اي والله. اقسم بالله اكل لذيذ. ما شاء الله تبارك. والله يا اخي اهل جدة نحسدكم عليه، نحسدكم. ترى ما فرعين في جدة بس يتحدى بالمندي رقم 1، ما يتفاهم، لف دوران ما عنده مندي. انا اتحدى بعد فيه، انا اتحدى في المندي. يا ولد مجنون لباني ذا مجنون. البيتين لليوم صبح لسانه تصادع. امسك ابو عاص. ابو سند مستمتع. ما شاء الله تبارك الله. نحن ايش؟ نحن قوم. ايوه. نعشق اللحوم. نعطيها. عندهم حتة سمبوسة هنا، تعرف هنا ما توقع الا في الوسط. تعرف المخ في مخيخ صح؟ هذه ما تروح للمخ، تروح للمخيخ على طول. سيدة ايوه. شكرا يعطيك العافية يا وحش. هذا ويش انت فتحت؟ هذا المخ. ايوه. عليك ان تاكل من المخ. لا فكر مني. تدري ليه؟ ليه؟ عشان المخ حقك يتحسن. ما يتحسن دائم، محجر. من يوم عرفت مخي ومحجر. لا لكن المخ يظل يحطوني مع التيوس حقت لباني لا تيأس. عليك ان تحاول مرارا وتكرارا. استغفر الله العظيم. والله يا مندي وجه الله. والله يا ولد يروعون صراحة. لباني يروعون، فالمندي يروعون بالعربي. يمكن إذا عزمت لك رجيل على مندي في مطعم لباني يمكن تهاوشون على الصحن. ترى أنا ماني دخل، تهاوشون على الصحن. كل طال عمرك صقر حر بيشبع بمخلابه، بيتهاوشون على اللحم اللي يشوفونه قدامهم. بس أنا مالي دخل. ادعوا على مطاعم لباني هو اللي سوى المندي. أنا ماليش لزوم يا سعادة الباشا. أنا باي والحافظ الله بروح بهج.
يا زين اللحم زينه. بمطاعم لباني انت وين هجتونا وشفنا لحمكم. اكتب بس في جوجل ماب مطاعم لباني بس. في واحد في الصفه وفي واحد قدام بملعب الجوهر على طول. ولد بيخلص دراهمك بالعربي. ما شاء الله يا لجو، ما شاء الله تبارك الرحمن. سلام. ها يا حمد، يا قوة البرد قوة. ها شغله مكيف ولا كيف؟ ما شاء الله. هلاله معشين ابو سعود، الله يبيض وجهه. الله يبارك فيك ويرحم والدينك. بسم الله. بيض وجهك يا ابو سعود، الله يبيض وجهك. ما شاء الله مندي وحركات. ها هذه ايه جود انعام ورزاق من كته يا رب. اللهم لك الحمد والشكر يا ولد. برد ايه وتيس. اقول الله يبيض وجهك. المندي اللي هو القلب يا سلام. منير وتيس. اي والله.